قناة الإغاثية. انتوا بتعملوا مجهود جبار، قناة جديدة مهمة، أتمنى لكم التوفيق. لأن القضية الفلسطينية مش مجرد قضية، غزة مش مجرد قضية، يمس مصر والعالم العربي ويمسنا كفنانين وكقوة ناعمة وكإعلام. فإحنا واقفين وراء الأشقاء العرب والفلسطينيين، ونتمنى دايما إن إحنا نقف جنبيكم ومعاكم، لأن مصر محتوية القضية. مصر كان ليها دور بارز في الآونة الأخيرة أو في الفترة الأخيرة في إنهاء الحرب. أتمنى إن السلام يعم المنطقة العربية والفن المصري يكون ليه دور. شكرا قناة الإغاثية، دوركم مهم جدا جدا جدا. المخرج نور الدين علي. القناة الوحيدة اللي بتدعم وبتساعد وبتبعت مساعدات كبيرة جدا للشعب الفلسطيني وغزة. طبعا أنا بشكر القناة الإغاثية على المجهود الجبار اللي بتعمله، وكل ده من خلال الجيش المصري العظيم. وتحيا مصر. الإغاثية أولا بهنيها جدا جدا على الفكرة وعلى المجهود اللي هتعمله واللي بتعمله، وفكرة كويسة جدا جدا. وبناشد أي حد نفسه فعلا يساعد أي مستغيث من خلال هذه القناة إنه هو يقدر يساعد حتى لو بكلمة. أنا من خلال أنا كملحن حسن دنيا بعمل فن موصل، لأن القوة الناعمة بتاعتنا هي اللي بتوصل بشكل تاني بشكل كويس جدا جدا للدعم من خلال أهلنا في غزة وفلسطين. في أي حد في السودان، في أي شيء في الدنيا عنده مستغيث، نقدر نساعده من خلال هذه القناة. وأشكركم جدا. الملحن حسن دنيا. أولا وقبل كل شيء حبيت نقول ألف مبروك لانطلاق قناة الإغاثية، هذه القناة الفتية الرائعة التي تنقل لنا كل الأحداث اللي حصلت في غزة وفي فلسطين، وكل الإعانات اللي قاعدة تدخل غزة من خلال الدولة المصرية، الدولة الشقيقة الحبيبة مصر، والجيش المصري اللي قايم بالواجب وزيادة وأكثر. وإحنا كعرب نفتخر بالجمهورية العربية المصرية لكل شيء بتعمله من أجل فلسطين ومن أجل السلام في فلسطين ومن أجل إخواننا في غزة. ونشكر القناة الإغاثية اللي دايما هي سباقة في الأحداث وسباقة في كل شيء. وأنا كعبد النور حسن المنتج الجزائري والفنان الجزائري إن شاء الله راح ننتج عمل يكون هادف وعمل يكون رائع الله بإذن الله. قناة الإغاثية بقى يا جماعة بتقدم المساعدات ومعونات لإخواتنا في فلسطين من خلال الجيش المصري وجمهورية مصر العربية. وتحياتي ليكم كميس شعبان عبد الرحيم. أنا بكره إسرائيل، أنا بكره إسرائيل، أنا بكره إسرائيل، وبقولها لو اتسأل إن شاء الله موت قتيل أو أخش المعتقل. إن شاء الله موت قتيل أو أخش المعتقل. وبكره إسرائيل وإحنا كلنا الكل زعلانين، القدس تهمنا، الكل زعلانين، القدس تهمنا وبس خلاص. مبروك إطلاق قناة الإغاثية، صوت جديد للإنسانية ينبض على شاشة العالم. وقريبا جدا إن شاء الله أغنية جديدة لغزة هتغنيها نجمة كبيرة جدا زي أصالة أو أنغام، هنخليها مفاجأة إن شاء الله. انتظرونا. الملحن أسامة رفعت. وأحب أشكر قناة الإغاثية على دعمها وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني من خلال بوابة مصر. وعايزة كمان أقول على حاجة، أنا كفنانة حبيت أني أشارك وأدعم الشعب الفلسطيني أثناء أزمته، فقدمت أغنية اسمها عصابة حرامية فلسطين عربية. جدا لقناة الإغاثية لدعم وإغاثة شعب غزة وشعب فلسطين، وألف مبروك. وإن شاء الله بإذن الله
تحت قيادة والجيشنا العظيم، جيش مصر العظيم. وإن شاء الله هعمل غنوة جديدة لغزة وفلسطين، ويا رب تعجبكم بالحب إن شاء الله. مصر هي مصر. ونقول إيه بقى؟ عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهدي الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده السكر جوك معطر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. تحياتي حمدي باتشان. أقول لقناة الإغاثية إحنا تحت أمركم كفنانين في أي مساعدات وأي مقابلات تطلبوها مننا لدعم دولتنا الشقيقة فلسطين. فلسطين عربية.